هلو، كل سنة وانتم طيبين. سنة سعيدة عليكم مليانة بالخير والبركة، وربنا يحقق كل اللي نفسكم فيه. النهاردة جاية لكم بوصفة جديدة اللي هي عمل الريش في الفرن. الحقيقة اللي مميز فيها اللي هي التتبيلة اللي أنا هعملها النهاردة معاكم. تعالوا نشوف التتبيلة دي بتتكون من ايه. على فكرة تقدروا تشوها في الفرن، تستخدموها انكم تشووا في الفرن او ان انتوا على الفحم او على الشوايات الغاز الكهرباء زي ما تحبوا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة معايا معلقة كبيرة من الصويا صوص اللايت، معانا معلقة كبيرة برضو من الخل الابيض. بعد كده معانا معلقة كبيرة من الهوت صوص، وما تقلقوش خالص منها خالص، يعني مش هتلاقوا التتبيلة سبايسي ولا حاجة، وبس هي بتضيف طعم ومذاق جميل جدا للتتبيلة، وفي نفس الوقت الأطفال يقدروا ياكلوا منها عادي، مش هتحسوا خالص انها سبايسي. بعد كده اهو معايا معلقتين كبار من الباربيكيو صوص، دي تاني معلقة من الباربيكيو صوص، معلقة كبيرة. معانا كمان معلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقة كبيرة من الكاتشب، ومعلقة كبيرة من المايونيز، وثلاث 4 معالق كبار من زيت الزيتون. بعدين هنحط معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، وهنحط نص معلقة صغيرة من روزميري باودر، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، ونص معلقة صغيرة من فلفل الليمون، ونص معلقة صغيرة كاجون، وربع معلقة من جوز الطيب صغيرة، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات، وبعدين معلقة صغيرة من الملح. وهنبتدي نخلط كل المكونات دي بمضرب البيض لغاية ما يعملوا لنا الصوص. ودي الريش انا مجهزاها وشايله الجلد اللي مغلفها والدهون الزياده، ومجهزاها على ان ادهنها بالصوص. وطبعا الصينيه محطوط اول طبقه فويل ألمونيوم وبعدين ورق الزبده، وهبتدي ادهنها بالصوص اللي انا عملته.
بتبل الريش من كل الجهات، ولما اتأكد انها اتغطت بالصوص ببتدي اقفل عليها ورق الزبدة وورق الفويل واحطها في التلاجة مش اقل من ساعة، ولو اتثابت يوم كامل هتدي نتيجة كمان احلى واحلى. بعد كده هطلعها واحطها في الفرن. تعالوا نشوف هنعمل ايه. سويناها على درجة حرارة 450 روست، وهتاخد حوالي 40 دقيقة حسب حجم اللحمة وحسب الوزن بتاعها. لما تستوي بنبتدي نخرجها ونقطعها ونقدمها في سيرفيس التقديم. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وبألف هنا. باي باي، كل سنة وانتم طيبين.